لا الخال والد ولا العم سند، والدم أصبح مية، وأنا والغريب على ابن عمي وابن خالي وابن أي حد يجي عليا. ده اللي فهمناه متأخر بعد سنين من الخبرة. والقاعدة مش عامة، لأن فعلا في خال والد وعم سند، ودول يا بختهم ببعض ونخليهم على جنب. لكن للأسف المعظم مش كده. أنا بتكلم عن الخال والعم اللي أكلوا حقك بالباطل، اكلوا بقى فلوسك، اكلوا ميراثك، ما وقفوش جنبك، اشتريت وهم باعوك، عشت حياتك مخلص ليهم، مفكرهم اهل وسند وظهر، ومع اول موقف حقيقي معاهم تكتشف ان معظم مشاكل الناس من قرايبهم. ان الحقد والغل اللي شفته في حياتك ما جاش غير منهم. ان اول ناس تشمت فيك وتسمع عنك كل شر هم اولهم. في زمن بقى القريب فيه أبعد من الغريب، وفي زمن اتكشفت فيه الوجوه قبل النوايا. اكتشفنا إن مش كل اللي بيتولد معاك بيتولد ليك أو عشانك. اكتشفت إن الخال مش والد، والعم مش سند، والقرايب ساعات بيبقوا باب للوجع أكتر من الغربة. عارف إيه أصعب حاجة؟ إنك تفتح عينيك وتلاقي أول جرح جه من واحد كنت بتقول عليه ده من دمي، وأول خيبة من بيت كنت فاكر إنه بيت العيلة. في خال ياخد ورثك وهو بيضحك، وفي عم يبيعك عشان جنيه، وفي قريب يسويك بالأرض لو حس إنك بقيت أعلى منه نص خطوة، وفي قريب بيتلكك لك على كلمة عشان يقطع علاقته بعد كل اللي عملته عشانه. والأغرب ان اللي بره، اللي ملوش فيك اي مصلحة، اللي مش من دمك، هو اللي بتلاقيه بيسندك وبيشيلك وبيقف جنبك من غير سؤال. احنا كبرنا على جملة القريب هو السند، ولما كبرنا بجد اكتشفنا ان السند الحقيقي مش قرابة دم، السند قرابة روح. القريب اللي يحبك لله، مش لان في مصلحة مستنيها من وراك. القريب اللي بينصحك بصوت هادي، مش اللي بيشمت فيك بصوت عالي. القريب اللي يفرح لك، مش اللي يقعد يعد نعمك. البلاء مش في القرابة، البلاء في النفوس اللي اتعكرت من الغيرة واتشوهت بالحقد واتربط على الأنانية. والأصعب من كده إن بعض القرايب مش بس مش سند، دول اختبار من ربنا، اختبار يشوفك هتختار مين، الحق واللي يستاهل تضحي عشانه، سواء قريب أو بعيد. لأن برضو مش كل القرايب وحشين، فيه اللي كنت بعيد عنهم وهم من أحسن الناس. في النهاية اوعى تزعل لو اتخذلت، اوعى تنكسر لو اتبعت، اوعى تحن لحد باعك حتى لو كان اقرب الناس ليك. لان اللي باعك ما بيرجعش، واللي كرهك صعب يحبك، واللي اذاك بيتعوض بحد احسن منه مليون مرة. اسمع دي كويس، مش كل قريب نعمة، ومش كل غريب نقمة، ومش كل دم يستاهل التضحية. في الآخر اختار أهلك بنفسك، واعمل عملية تصفية. اللي يستاهل ابقى عليه، واللي ما يستاهلش ابعد عنه حتى لو هتفضل بطولك. لأنك مش ناقص عطلة ولا وجع دماغ من حد. واعرف إن السند الحقيقي هو اللي ربنا بيبعتهولك وبيوقفهولك في طريقك، مش اللي العيلة بتفرضه عليك. مع خالص تهانينا لكل اللي ربنا رزقه بخال وعم بجد، ومع خالص عزائنا لكل واحد عنده خال او عم ما يستاهلش انه يكون من دمك. مش عايز اطول عليكم، كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.